ويمكن تكون الدقيقة دي البداية لتغيير حياتك بالكامل. السلام بالكامل. عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده لحظة، لو خصصت كل يوم دقيقة واحدة صادقة للدعاء، تخيل معايا ايه اللي هيحصل. ما تيجي نشوف. مش محتاج وقت طويل خالص، مجرد دقيقة من قلبك، دقيقة واحدة صادقة بكل إحساسك للدعاء. الدعاء مش بس كلام، دي صلة ما بينك وما بين ربك، بيدعي من قلبه. حتى لو بكلمة صغيرة ربنا بيسمعه وبيستجيب له للي هو محتاجه وللي هو بيدعي بيه، وده كرم كبير جدا من ربنا علينا طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. تدعي ربنا بكل اللي انت نفسك فيه، يا رب ارزقني، يا رب افتح لي باب رزق، يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، يا رب اصلح لي حالي، وهكذا. ممكن تقول اي كلمة عادية جدا من قلبك، لكن المهم الصدق والنية. خصص وقت محدد كل يوم، حتى لو قبل الفطار بدقيقة، وادعي فيها بصدق وبنية صافية. وهنا لازم تستشعر قلبك بالكلام وهو طالع، مش بس بلسانك. اهم حاجة تركز على نية قلبك مش على الكلام نفسه. اقول لك كرر الدعاء كل يوم، الاستمرارية اهم من الكمية. لو اجتهدت في الدعاء وانت بتدعي هتحس فعلا بالراحة النفسية، اي شيء الهي كده من عند ربنا بيطمن قلبك، بيقولك اطمن. كمان هتحس ان يومك بدأ بالخير، وهتلاقي كمان طاقة ايجابية في كل تصرفاتك. وايه الاهم، دعاء صادق ممكن يغير حياتك كلها. ممكن دعائك يكون سبب في الخير اللي جايلك في السكة وانت مش شايفه. لازم تجعلص الموضوع وانت بتدعي، كلمات بسيطة بقلب صادق وبنية صافية تغني عن أي شيء وعن أي كلام. ابدأ دلوقتي وعيش دقيقة واحدة بوعي للدعاء بصدق، للحاجة اللي انت بتتمناها والحاجة اللي انت نفسك ربنا يحققها لك. ويمكن تكون الدقيقة دي البداية لتغيير حياتك بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.